الهروب المستحيل، الخائن الذي لا يكشف. في أحد السجون شديدة الحراسة في ضواحي مدينة نائية، كان يحتجز مجرم شهير يدعى خونة. لم يكن اسمه الحقيقي، لكنه لقب اكتسبه بفضل دهائه وخداعه الذي لم يكن يضاهيه أحد. كان خونة قد ألقي القبض عليه بعد عملية نصب كبرى على إحدى شركات النفط، سرق خلالها ملايين الدولارات. رغم التشديدات الأمنية المشددة في السجن، ورغم أنه كان تحت مراقبة دائمة، نجح خونة في تنفيذ هروب أسطوري جعل الجميع يتساءلون كيف فعلها. بداية الخطة: الصبر والدهاء. منذ اللحظة التي ألقي القبض عليه، كان خونة يعلم أن السجن ليس مكانه. لم يكن يملك القوة الجسدية للهرب بالقوة، لكنه كان يعرف أن مفتاح الهروب يكمن في العقل والصبر. قضى الأشهر الأولى يراقب السجن بعناية، يدرس كل التفاصيل الصغيرة، نظام الحراسة، مواعيد تبديل الورديات، وحتى سلوك الحراس. اكتشف أن السجن يعتمد على إجراءات صارمة، لكن تلك الصرامة كانت مليئة بالثغرات التي يمكن استغلالها. التسلل بين الحراس. خونة كان شخصية كاريزمية بشكل لا يصدق. بدأ يكسب ثقة الحراس والسجناء على حد سواء. كان يقدم النصائح، يساعد الآخرين، ويظهر كرجل تائب. أصبح الجميع ينظر إليه كشخص مسالم لا يشكل أي تهديد. نجح في بناء علاقة خاصة مع أحد الحراس الجدد، يدعى ياسين، شاب صغير قليل الخبرة، يبحث عن من يعترف به. خونة استغل ذلك ببراعة، وأصبح صديقا له. بدأ يخبره قصصا عن حياته السابقة وكيف تم استغلاله، كسبا تعاطفه. ببطء بدأ يطلب من ياسين خدمات صغيرة، مثل نقل رسائل أو السماح له بالبقاء في المكتبة بعد ساعات العمل. لم يكن ياسين يدرك أن تلك الطلبات كانت مجرد خطوات أولى في خطط أكبر. التحضير: خطة الهروب. في إحدى الليالي، طلب خونة من ياسين إحضار زي الحراس. أقنعه أنه يريد فقط تصوير نفسه بالزي كوسيلة لتبرئة نفسه أمام عائلته في المستقبل. تردد ياسين في البداية، لكنه استسلم أمام دهاء خونة وإلحاحه المستمر. الزي كان القطعة الأولى في الخطة، أما القطعة الثانية فكانت شاحنة نقل الطعام التي تدخل وتخرج من السجن يومياً. لاحظ خونة أن الشاحنة لا تخضع للتفتيش الدقيق، لأنها كانت تحمل ختم الشركة المتعاقدة مع السجن. تنفيذ الهروب. في اليوم الموعود، بدأ خونة بتنفيذ خطته التي كانت تتطلب دقة متناهية. استغل الوقت أثناء تبديل الحراس، حيث تكون المراقبة أقل تركيزا. ارتدى زي الحراس الذي حصل عليه من ياسين، تسلل إلى منطقة الشحن حيث كانت شاحنة الطعام تستعد للمغادرة. قبل أن تتحرك الشاحنة، اختبأ داخل صندوق معدني كبير كان مخصصا لنقل نفايات المطبخ. كان يعرف أن الصندوق لن يفتح إلا عندما تصل الشاحنة إلى مستودع بعيد خارج السجن. الخدعة الكبرى، لكن الجزء الأذكى من الخطة كان ما تركه وراءه. قبل أن يختبئ في الشاحنة، وضع دمية مصنوعة بحرفية في سريره، وغطاها بالأغطية. كانت الدمية تحمل ملامح قريبة منه، واستخدم خونة بعض الملابس القديمة وشعرا مستعارا لإكمال الخدعة. عندما جاء الحراس لتفقد العنابر بعد منتصف الليل، ظنوا أن خونة نائم في سريره. لم يشك أحد في شيء. الهروب إلى الحرية. عندما وصلت الشاحنة إلى المستودع، تسلل خونة خارج الصندوق بهدوء. كان قد أعد مسبقا سيارة مستأجرة تركها على بعد كيلومتر من الموقع، بدل ملابسه، وقاد السيارة إلى مكان آمن خارج المدينة. الكشف المتأخر. في صباح اليوم التالي، اكتشف الحراس أن خونة لم يكن في سريره. بدأت حالة استنفار في السجن، وأجريت عمليات تفتيش شاملة، لكن الوقت كان قد فات. كان خونة قد اختفى دون ترك أي أثر. تم استجواب ياسين، لكنه أنكر معرفته بأي شيء عن خطة الهروب. ورغم أن بعض الحراس اشتبهوا به، لم تكن هناك أدلة كافية لإدانته.
الأسطورة التي لا تنسى. خونة لم يترك وراءه أي أثر. يعتقد أنه هرب إلى بلد آخر باستخدام هويات مزورة، وربما استثمر الأموال التي سرقها في مكان ما ليعيش حياته بحرية. تحولت قصته إلى أسطورة في عالم الجريمة. كيف لرجل بسيط أن يخطط وينفذ هروبا من أكثر السجون حراسة؟ ما زال رجال الأمن حول العالم يتساءلون عن ذكاء خونة، وعن ما إذا كان يعيش اليوم كملك في الظل، أم يخطط لعملية جديدة تعيد اسمه إلى الساحة مجددا. في النهاية، تبقى قصة خونة درسا قاسيا. لا أحد آمن من عقل عبقري مصمم على تحقيق الحرية.